عليكم ورحمة الله وبركاته. الحب وما أدراك ما الحب. الحب والغرام. الحب إذا واحد سبل بعينه وخفق القلب، إذا ذكر الحبيب وذكر القريب وذكر من تعلق به القلب وعشقه. هل التعلق يا أخوان بالحب سواء للجنسين ذكرا أم أنثى؟ وكم من ناس حقيقة سقطوا في بحر الحب وصاروا حبيبة يحبون. أنا لا 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 لا, لا تقولوا والله الحين السلطان الدغيلبي ما جاء ولا شيء، لا والله، بالعكس. أخونا أبو عبد الله أبو زقم سلطان الدغيلبي يشرفكم دحين ويدخل عليكم، ها هو أراه، بسم الله ما شاء الله، أيوه سهلا، أهلا 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 أهلا، هلا والله وغلا. ما شاء الله هو جاي لكم أخونا سلطان، عاد أيام الخوالي، الظاهر صف الطبلون في الطريق وصارت اليوم سواقة ما شاء الله تبارك الله، يعني كله عشان أوصل في الوقت المحدد، لكن عشان الحب عذاب. نعم. جزاك الله خير. تراهم الأخوان حقيقة يحبونك في الله، جزاهم الله خير، وما انتظروا هذا الانتظار وما جلسوا إلا والله محبة فيك. أسأل الله يحرمه الأجر، جزاهم الله خير من طيبهم. أي والله. ترى يا أخوان قضية الحب يجب أن أتقدم بالمقدمة أو أقدم بالمقدمة عن الحب. والحب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة حب بس، أنا ما أبغى أخرب على أخونا سلطان، لكن تعالوا معي في شغلة أمور فلسفة شوية، نتفلسف عليك شوية. لكن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى من علماء هذه الأمة. قال كلمة الحب حرف الحاء من أين مخرجها؟ من أقصى الحلق، والباء من الشفتين، وبقية الحروف يا أخوان ما بينهما. فكلمة حب حوت كل الحروف. فالحب عذاب. مع أخونا سلطان الدغيلبي في هذا المخيم الشبابي الذي يقيمه المكتب التعاوني للدعوة وإرشاد توعية الجاليات بالحمراء والكورنيش وسط جدة. حيا هلا بأخونا أبو عبد الله، جزاك الله خير، ومرحبا بك في المخيم مرة أخرى تكرارا ومرارا. فتفضل بارك الله فيك، وكل الأخوان يريدوا أن يستمعون منك عن الحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وأهلا بكم في لقاء بعنوان الحب عذاب. وحقيقة قبل أن نبدأ هذا اللقاء نقول لكم يا أهالي جدة ومن يسمعنا ومن يشاهدنا أننا نحبكم في الله. إذا قال لك واحد أحبك في الله ايش تقول له؟ جزاك الله خير، حلوة. أيوة، ايش بعد؟ أيوة ما شاء الله عليكم تعرفون. في واحد قال واحد من أخواننا من مصر قال أحبك في الله، قال نفس الشعور يبيه، جزاه الله خير. قال واحد من أخواننا من السودان زول قال له واحد أحبك في الله، قال داير نفس الفكرة يا زول. الله أكبر. جاء لقى واحد سعودي عربجي يفحط، وقف واحد من المشايخ وقال والله اني احبك في الله، قال اطلع منك مطوع. فنحن اليوم نعلن لكم اعلان هام اننا نحبكم في الله، نحب الشباب والهلال والاتحاد والاهلي، كلكم اتحاديين. نحب الشباب الطيبين امثالكم، ونحب الهلال مو بالازرق، لا، الهلال اللي في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا
لرؤيته. إيه الهلال الأزرق لا. لأن في واحد مرة قعدت أنصح قال يا مطوع أنا أحب الهلال دمي يزرق. قلت مرضعينك حبر وأنت صغير الله يجزاك خير. خضر الدم أحمر خليك وحداوي. واحد ثاني جيت أنصح قال الهلال ساكن في قلبي. قلت ارفع عليه الإيجار خليه يطلع. هذا القلب محط نظر الله عز وجل. فأحبتي بالله أيضا نحب الهلال والشباب، وأيضا نحب الاتحاد. الاتحاد قوة، نتحد مع ولاة الأمر والعلماء. أي نعم. نحب الأهلي، مو بحقاوجي أول، لا الأهلي ماما وبابا، أي أهلي. الله يوفقكم. فحقيقة أن الحب عذاب، ودائما ما نرى هذه العبارة تكتب على الجدران. ما عمري شفت مكتوب الحب عسل، دائما تكتب الحب إيش؟ عذاب. لأن أول ما يعذب الحبيب بمن؟ بحبيبه. يوم ما أعطاه وجه تعبان، يوم راد دنبه، يوم ما واحد ثاني فهو يتعذب. والعلماء يقولون أن القلب إذا تعلق بغير الله انشغل وعذب. شوف قلوبنا اليوم ايش تتعلق فيه. لذلك بعض الناس في القسم زين لكن يكسب لقبه ايش؟ المعذب، المشتقي، المحروم، الحزين، الحيران. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن هذا القلب أصبح يتعلق في أمور كثيرة. ففعلا الحب عذاب، وأول ما يعذب الحبيب بمحبوبه. وكم في ناس الآن يعذبون بسبب الحب. بل يا إخواني إن مرتبة الحب بين الشباب والشابات هي من أهم قضايا الشباب. وفي استبيانات بانت أن هذه القضية هي قضية خطيرة وتنتشر بين شبابنا وبين الفتيات. بينهم قضايا حب وعشق وغرام وهي، بل إنها صارت أقوى الآن قضايا الحب من قضايا المخدرات والدخان والنشوء والمعاكسات والأفلام الخليعة والسفر للخارج والقنوات والمواقع الإباحية. صارت قضية الحب قضية خطيرة تندرج تحتها كثير من القضايا. واحد يفحط يموت عشان حبيبه. ناس في السجن، أنا خبر بوندير الشاب ومشهور. تعال عسكري، ربطوه امسكوه ذا. أحبه حبني. الله يجزاك الخير. في الله الله يجزاك خير. حبك الله الذي أحببتنا فيه مجهور. الله يحفظك. لا تبتسم تروع الصغار. طيب يا مجهور الله يغفرك. أنا داخل في الفورمة كذا يعني. طيب خليك جنبي بس لا تتكلم. ها لين أقول لك تكفى تراك ملقوف. طيب بس مشيه. طيب بإذن الله أبشر. جزاكم الله خير. خلنا ناخذ جغمة نهضم بمشهور. جيب واحد عطوا مشهور عصير لا يزعل علينا. فنقول يا إخواني أن فعلا القلب إذا تعلق بغير الله انشغل وعذب. يلا عشان ذا الكاميرا حسونا. يلا بعد خذ راحة تصور يا حبيبي. يلا بس بعدها تجلس. يلا جزاك الله خير. خلص الله يحفظ. فكم من الشباب الآن تلتهمه نار المعاصي، نار الحب، ما يستطيع أن ينام، يتململ يتقلب، ما يستطيع أن ينام. كل يوم اتصالات، مهاتفات، معاكسات. بعض الشباب حاط رقم الجوال في صحيفة وحاطه على السيارة. وش كاتب تحت رقم الجوال؟ السيارة للبيع. على مين يا حبيبي؟ السيارة للبيع ودى المعارض. لكن الشباب بدأوا الآن يدورون في الأسواق عند المدارس من أجل أن يظفر بالصيدة. يسمونها صيدة لأنه هو ذئب مفترس، فيبحث عن صيدة، يبحث عن خوية، عن رفيقة، عن صديقة. فيبدأ التشبيك والترقيم في الأسواق وعرض الأرقام والرسائل وكتابة الأرقام ودب الرقم، كله من أجل إيش؟ أن يشبك مثل ما يقول. فأصبح الشباب يحبون ويعشقون فتلتهمهم نار المعصية وتعلق هذا القلب بغير الله فانشغل وعذب. واحد دب خوي يوم جيت مرة لين نحيف